كمان معانا سؤال هنا. انا يمكن في حلقات كتير قلت معلومات عن الشعر وحمام القدم، بس يمكن انا بعض الناس فهمتني غلط. انا قلت ان الشعر يتغسل مرتين في الاسبوع، ما قلتش على الاقل يتغسل مرتين في الاسبوع. يعني هو الشعر بيتغسل مرتين بالاسبوع، بس انا ما قلتش على الاقل، لا ده هو معدله مرتين في الاسبوع. حلو قوي، تمام. الشعر الدهني قوي وفي الصيف ممكن يتغسل 3 مرات، لان كميه الزيوت اللي فيه غير طبيعيه، فبنبقى محتاجين نغسله. حتى كمان لو حد شعره بطبيعه الحال ان الشعر الدهني بيبقى ناعم ما بيبقاش خشن، فلو هي مثلا بتعمله كوافير او حاجه، لو عملته يوم تاني يوم ممكن تلاقيه مدهن، عايزه تغسله وتعمله تاني. فانا عايزه بس يعني عفوا مني لو انا بس اسأت التفسير، بس انا باكد ان الشعر على الاقل يعني ما قلتش على الاقل مرتين يتغسل، انا ما قلتش دي خالص، انا قلت الشعر مرتين يتغسل في الاسبوع. اوكي، عشان بس تبقى الحته دي واضحه لصديقتنا اللي بعتت الحقيقه مش كاتبه اسمها. كمان بتقولي انت قلتي ان احنا كل يوم نحط رجلينا في ميه وملح. انا قلت كل يوم نحط رجلينا في ميه وملح عفوا للرجل اللي متشققه قوي، اللي فيها شوك يعني فظيعه جدا وقويه جدا، دي لازم كل يوم ميه وملح من اسبوع بقى 10 ايام 15 يوم عشان الشقوق دي تقفل معايا. وكمان بدعمها بكريمات وليمون وجليسرين ومرطبات وحاجات عشان يقفل لي الشقوق، وابتدي الرجل تتلم وتبتدي بقى تاخد النضاره وتاخد شكل الرجل الصح، ما تبقاش متشققه وتبقى جافه وتبقى شكلها مش صح يعني. ده كمان بتقولي يا استاذه انت قلتي مين اللي هيحط رجله كل يوم في ميه وملح، ومين اللي هيعمل ماسكات لبشرته وشعره وجسمه والكلام ده. طيب انا عايزه اقول ايه، احنا وضحنا حته الشعر ان احنا قلنا بس مرتين بالاسبوع بيتغسل، ما قلناش على الاقل دي خالص. من الضروري يمكن في الجزئيه اللي فاتت من الحلقه دي كنا بنقول ان الجسم كل يوم لازم يتغسل مرتين. دي بقى يعني بعد اذنها ما فيهاش فصال، دي مرتين في اليوم، يعني مرتين في اليوم، رضيتي ما رضيتيش هما المرتين. لسبب زي ما قلنا في الجزئيه اللي فاتت من الحلقه ان ما ينفعش اخد شاور الصبح واجي على اخر اليوم اروح غسله ايديا ووشي ورجلي وما اعرفش يقول انا قاعده بقى ما انا تاني يوم. اولا كنا بنتكلم في الجزئيه دي في حته مزيل العرق اللي بيفضل موجود معايا طول الليل. يعني نركز في الحته دي يا جماعه بجد. مزيل العرق لما انا احطه الصبح واجي البيت يا دوبك اغسل ايدي ووشي وبس، واقعد بيه لتاني يوم الصبح، يعني 24 ساعه من غير ما اشيله من على جسمي ولا احط كريمات ولا احط ماسكات، ده بيسبب سمار في المناطق دي. زائد ان انا ممكن اكون مستخدمه مزيل عرق مش جيد، طب ده يعمل سمار اكتر. زائد انا ممكن اكون مستخدمه مزيل عرق سبراي، طبعا ده يعني كارثه من الكوارث. السبراي ده بيسمر جدا، يعني الرول اون ده حلو قوي. كل ما انا ارتقيت بالنوع اللي بجيبه زي دوف زي نيفيا زي الحاجات الكويسه قوي المحترمه جميل قوي، لكن ما اروحش اجيب الحاجات انا مش عارفه اسمها، بس حاجات مثلا لونها عسلي لونها شفاف مصدرها مش موثوق فيه، دي بلاش. لان اكيد طبعا عفوا شركه زي نيفيا مثلا او دوف او كده، دي شركات كبيره وليها اسمها بتخلط بطريقه معينه. كل شركه من دي ليها مدرسه وليها منهجها وليها المواد بتاعتها اللي بتطلع في الاخر المنتج اللي احنا حابين نجيبه.